أهلا وسهلا يا أخوان، مقطع جديد وقصة جديدة. قبل لا نخش على القصة والمقطع لا تنسوا تشتركوا بالقناة وحطوا لايك برضو، ونبدأ بالقصة على طول. اليوم ما في تطويل من الموضوع أبدا، بس أكيد يعني أكيد ما ننسى. الحين كذا نقدر ندخل على القصة على طول. طيب يا جماعة، أنا جاية اليوم أقعد وأتكلم عن قصة، وهذه القصة برضو حتكون عبارة عن سواليف، يعني حنسولف، انتوا حتناقشوني طبعا بالتعليقات وأنا راح أناقشكم. الحين حنقعد نتناقش ونسولف وأقول لكم القصة برضو. أوكي، القصة بما فيها صراحة ما هي قصة طويلة كثير، ولكن حبيت أقول هذه القصة أو هذا الشيء لأنه حسيت في ناس كثير مثلي مو بس أنا. طيب، القصة بما فيها يا جماعة إنه أنا كنت بنت ما أتقبل أبدا إني أتصور بدون فلتر، وما أتقبل أبدا إني أتصور بكاميرا عادية أو تصوير كاميرا الجوال أو إيش ما كانت من كاميرا. لأنه ليش؟ لأنه الكاميرا أوريدي ما فيها لا تعديلات، ما فيها لا ميك اب، ما فيها فلاتر، ما فيها أي حاجة. ما كنت أحب إني أتصور بالكاميرا العادية والتصوير العادي أبدا. حرفيا ما كنت أتقبل أحد حتى يصورني بكاميرا عادية أو تصوير بدون فلتر. حرفيا دائما لما أجي أتصور، سواء كمان مع أهلي، مع خواتي، مع صحباتي، أقول لهم صوروني بفلتر. إذا تبغوا تصوروني بتصوير عادي بدون فلتر حاجة، أنا ماني معاكم، أو أنا معاكم بس ما ننزل لها صورة ولا نرسلها ولا نوريها لأي أحد، نحتفظها لنفسنا وبس. طيب، أنا أقول ممكن في نسبة بسيطة جدا إنه وقتها أنا وجهي كان معدوم يا جماعة. أنا وجهي قبل 4-3 سنين كان معدوم بشكل مرعب. حرفيا كان عندي في كل وجهي حبوب، هنا حبوب. ليتني أقدر أوريكم وجهي قد إيش كان مرعب، كان يخوف. أنا كنت أطالع في نفسي كذا، وأنتوا عارفين إحنا إذا بشرتنا معدومة نفسيتنا تكون مرة مضروبة. فكنت أطالع كذا في نفسي في المراية، ما كنت أتقبل شكلي أبدا، لأنه حرفيا وجهي كان مليان حبوب. هنا كان عندي حبوب كثيرة، هنا كانت تطلع لي حبوب بشكل مرعب. حتى المنتجات اللي كنت أستخدمها في وقتها سواء كانت مفيدة كانت تعطيني النتيجة عكسية تماما. لأنه ليش؟ بشرتي وقتها كانت تعبانة، كانت في حالة إنه يعني لا تحطيني شيء وأنا بكون سليمة معاكي، بس إنه أنا كنت أستمر أحط أشياء. أوكي، اتفق اني انا دمرت بشرتي بنفسي. بقول لكم كيف. في وقت الحجر، ايام الحجر تذكرون ايام الفيروس، كنا ماخذين يعني كل المنطقة كان فيها حظر تجول، فكنا كل واحد قاعد ببيته. انا ما كان عندي ولا شيء من الملل. او ماي جاد، اللمبة فجأة اشتغلت والاضاءة واو. بس انا احب الظلمة كذا لما اقول القصص، فبقوم اطفي اللمبة لحظة. طيب نكمل. فبما انه كان عندنا حظر تجول ما حد كان يطلع ببيته، وحرفيا كل واحد من الملل ما كان يعرف ايش يسوي. فانا وقتها يا جماعة بديت اتابع كثير مقاطع عن البشرة، عن الماسكات، عن العناية، المنتجات، الاهتمام وما الى ذلك. طيب، ففي ذيك الفترة انا قلت خلاص، انا بما اني قاعدة بالبيت وما عندي ولا حاجة اسويها، خليني على الاقل اهتم ببشرتي. اوكي، وكنت أجمع منتجات كذا، منتجات بالبيت، سكر، شوفان، دقيق، وما أعرف إيش، وأشياء كثيرة. استخدمت منتجات لو أعدل لكم عليها راح يخلص عمري وعمركم. مرة كثير يعني الواحد على الأقل مرة إذا قلنا حط شيء ببشرته، ماسك أو شيء، ماسكين 3 بالكثير خلاص يوقف. أنا عدد ما لا يحصى كنت أحط ماسكات لا نهائية، كنت أحط ماسك ورا ماسك بنفس اليوم، متخيلين؟ فجاء الليلة اللي أنا دمرت فيها بشرتي. جاء اليوم يا جماعة، إيش سويت؟ جبت شوفان وجبت ليمون، حطيتهم مع بعض ويلا حطيتها بوجهي. أنا أساسا إنسانة من وقت ما خلقت وأنا عندي حساسية من دون أي حاجة كذا، عندي حساسية، أنا أتحسس كثير من أشياء كثيرة، ومن ضمنها الليمون. والليمون كثير ناس تتحسس منه أصلا، مو بس أنا. وعارفين إنه البشرة أساسا شيء مرة حساس وما ينفع نحط له أي شيء. طبعا إيش سويت؟ أخذت الشوفان وحطيت الليمون ويلا حطيته ببشرتي. وجهي مو انحرق، اتدمر، صار فيه كل حاجة. أوكي، وقتها جاني اللي هو إيش يسمونه، إنه بشرتي لونها ما كان متوحد. يعني هنا كان وجهي كله أسمر، ومن فوق كان كذا نفس لون بشرتي يعني. فيا جماعة وقتها أنا مو ندمت ندم،
وقلت على اليوم اللي انا فكرت فيه اني اهتم ببشرتي اتمنى انه ما ينعاد. ندمت ندم، وبعد ايش يعني، ندمت ندم بعد ما حركت وجهي ودمرت بشرتي واتدمرت بشرتي وكل حاجة. طيب بعدين ايش صار؟ ما ادري ليه حسيت بشعور غريب كذا جاني شعور غريب ما اعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الزبدة. طيب فبما انه بعد ما دمرت بشرتي وخلصنا من الموضوع هذا، خلاص بشرتي اتدمرت وانا خلاص فكيت نفسي من العنايات والاهتمامات والامور هذه. طيب بعد كذا انا ما صرت اتقبل نفسي ابدا اني اتصور بدون فلتر واني اتصور بالكاميرا او التصوير العادي، بس صرت اتقبل نفسي اني اتصور بفلاتر. حتى الناس اللي تيجي تصورني كنت اعارضهم، اقول لهم لا تصوروني وما ابغى وكذا، واقعد اصايح عليهم. طيب قبل فترة ترى انا هذا الشيء اتغير مني قبل كم يوم، بس انتم متخيلين؟ حكمل لكم القصة. قبل كم يوم نجي الحين للفترة الزمنية في هذا الوقت. قبل كم يوم، ممكن قبل شهر شهرين، اوكي، قابلت واحدة صاحبتي. بعد ما قابلتها قامت تصورني بدون فلتر بالكاميرا كذا، كاميرا السناب. انا انحرجت يعني، ما حبيت اقول لها انه لا تصوريني، صوريني بفلتر، عرفتوا؟ الفكرة هذه شوية بدأت تنمحي من عقلي. فقامت تصورني، فانا ودي اعارضها اقول لها لا تصوريني، بس انحرجت وقلت انه ما لي داعي، خلاص خليها تصورني وما حرسل. واتمنى انه هي اساسا قاعده تصور بجوالي، فانه انا قلت عادي يعني، لانه اساسا يعني هي اذا قالت لي ارسلي لي صور وكذا راح ارسلها الصور اللي مو باين فيها وجهنا، عرفتوا؟ وانا اساسا الصور اللي في جوالي راح احذفها وما حنزلها ولا حارسلها. اوكي. قامت تصورني وقعدت اسلك لها اقول لها حابين وتشوفي يا جماعه المقاطع تعابير وجهي مره اني كاني مغصوبه في التصوير. وجت تصورني كذا قالت لي اصورك انت اول بعدين انا. قلت لها اوكي طيب. فقمت ايش سويت؟ قامت تصورني كذا، لفت علي الجوال علي، انا قمت كذا الف ادخل اخش وراها، فهمتوا؟ انه هي هنا واقفه وانا هنا، فهي جابت علي الجوال وانا كذا قاعد الف نفسي اخش كذا وراها عشان ما ابان كثير. كنت اسوي كذا كذا كذا، تقول لي ايش بك؟ اقول لها لا ما في شيء، يلا خلينا نصور، هات الجوال ما اعرف ايش وخلص الموضوع. انا ما ابغى اوصل لمرحله اني اقول لها خلاص لا تصوريني بدون فلتر، يا اخي ما ابغى اوصل لمرحله لهذا يعني، ما ابغى اوصل لها، ما ابغى اوصل معاها هذه المرحله. اوكي ضبطت الجمله الحمد لله. طيب فبعد ما خلصنا طبعا الحمد لله انه صور بجوالي، لانه هي لما من جد قالت لي ارسلي لي صور، رسلت لها صور اللي يدنا وكذا، ما رسلت لها صور اللي بوجهنا. وانا خليت الصور ما حذفتها ولا نزلتها ولا رسلتها ولا اي حاجه، احتفظتها لنفسي. اوكي بعد ما انا صرت انطرب بالصوت وقف فجأة، صح؟ الزبدة ما علينا. طيب نكمل. هذا الموقف كان مرة قريب، مرة قريب. فبعدين خلص الموقف هذا. بعدين انا الفترة هذه كلها الحمد لله انه بشرتي تعدلت مرة، زي ما انتم شايفين يعني. انا حاليا بشرتي واصلة لمرحلة احلامي اقدر اقول. صح انه قاعد تطلع لي حبوب وكذا، بس انه الحمد لله. فوصلت لمرحلة انه بشرتي بدأت يا جماعة الخير تتنظف. وانا صراحة فكرت بيني وبين نفسي وقلت انا حلوة وانا جميلة وما لي داعي اتصور بفلتر وكذا، خليني ابدأ اتصور بكاميرا عادية، احاول اعود نفسي. اوكي بدأت اتصور بكاميرا عادية، بدأت اتصور بكاميرا بدون فلتر، بدأت اتصور كذا صور طبيعية ما فيها اي فلتر ما فيها اي تعديل. بدأت أتصور. حسيت نفسي إني بديت أتقبل نفسي وأتقبل شكلي اللي بدون فلتر. والله العظيم يا جماعة شوفوا بعطيكم نصيحة، أي شيء أنتوا تبغوا تغيروه في نفسكم، شوفوا البني آدم ما يتغير أوكي، بس إذا في مرة شيء مرة كذا سيء فيكم ما تبغوه يا جماعة، حاولوا تسووا العكس. يعني أنتوا ما راح تغيروا هالشيء إلا إذا حاولتوا تسووا عكسه، عشان تعرفوا من جد إذا أنتوا يمديكم تغيروا هالشيء ولا لا. لكن في ناس أنا أعرفهم شخصيا في اشياء يبغوا يغيروها بنفسهم، بس يقعدوا كذا يلا انا بغير هالشيء، يلا ان شاء الله الصفة هذه تتغير فيني، ويقعدوا كذا ينتظروا. ترى الصفة هذه ما حتخرج كذا، ما هي ضيف يعني، ما حتخرج كذا لحالها وتفتح الباب وتخرج يلا مع السلامة، لا لازم انت تجرب، لازم انت تحاول. انا الحمد لله اني حاولت، خطيت هذه الخطوة وقلت خلاص انا من جد ابغى اتغير، فخليني ابدا اصور نفسي بدون فلتر واصور نفسي بتصوير عادي. بديت اصور نفسي بتصوير عادي، بديت اتقبل شكلي. والله العظيم حتى زمان لما صحباتي يدقوا علي كام فيس يعني
يا جماعة أنا ما كنت ألف الكاميرا كده على اللحاف، على المخدة كده أغطي، أقول أنا قاعدة بالظلام، أنا الغرفة ظلام يعني ما حيبين وجهي، فلا ندق كده يعني فيديو زي كذا. بس يا جماعة أنا كل هذا قاعدة أسويه عشان ما يبان وجهي بدون فلتر، لأنه حرفيا في وقتها الفلاتر كانت تطلع بالقوة، يعني أساسا الفلتر أبغى أطلعه كذا يعلق على وجهي، فأنا ما أبغى أوصل لنفسي للمرحلة هذه. فإيش كنت أقول؟ كنت أصرفهم، أقول لا الغرفة مظلمة، لا إحنا نايمين، لا ما أعرف إيش، يعني كنت أسوي كل هذه الأشياء بس عشان ما أبين وجهي بدون فلتر، أنتم متخيلين؟ ولكن الحمد لله الحمد لله إني غيرت نفسي بهذا الشيء، لدرجة إنه الحين قاعدة أصور مقاطع يوتيوب طلعت وجهي، يعني الثقة اللي جتني أو الشيء اللي يعني تقبلت نفسي كذا، شكلي طبيعي، تقبلت نفسي زي ما أنا، قمت طلعت وجهي بعد هذا اللي صار، يعني بعد كل ده أنا قمت طلعت وجهي باليوتيوب، يعني ممكن كثير ناس تشوفني، فهمتوا؟ فحتى احيانا لما مثلا انزل مقاطع يوتيوب وكده تحصلوني اطلع بوجهي طبيعي بدون ميك اب بدون اي حاجه، اصلا انا قاعده بالبيت ما احط ميك اب. اوكي، فاهلي يتابعوا المقطع يجوني يقولوا يا صباح لما المقطع الجاي حطي ميك اب، المقطع الجاي كذا حطي في وجهك اشياء كذا عشان يطلع شكلك حلو. انا اقول لا 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 ما ابغى، يعني وصلت لمرحله تقبل بشكل الحمد لله. انا وصلت لهذه المرحله، صرت اتقبل وجهي زي ما هو، صرت ادق على صحباتي كذا اتكلم معاهم اسولف معاهم بدون ما احط فلتر، بدون ما اخبص نفسي واخبص بوجهي واسوي تعديلات، وكل ما جيت اصور نفسي صوره اروح مليون برنامج عشان اعدل الصوره. بس الحمد لله انه حاليا اتقبلت نفسي زي ما انا. وصراحه يا جماعه ويا بنات كلنا حلوين وكلنا جميلات، بس من جد انتوا حاولوا تسووا زي ما انا سويت. اذا في ناس من جد كذا انتوا حاولوا تغيروا من نفسكم، حاولوا انكم تقبلوا وجهكم زي ما هو. احنا كلنا حلوين، الدنيا ترى سهلة بس انتوا تصعبوها، فلا تصعبوها. يعني اذا شايفين نفسكم انه ما تبغوا تصوروا الا بفلتر وانه شكلكم غريب كذا بكاميرا عادية، لا حاولوا تصوروا، حاولوا تجربوا عشان انتوا تغيروا هالشي فيكم. فزي ما قلت لكم هذه نصيحة، انه اذا تبغوا تغيروا شيء حاولوا من جد تسووا الشيء العكس، يعني عرفتوا، عشان تغيروا الشيء هذا، مو تقعدوا تنتظروا انه الشيء هذا متى يتغير فيه. ما اعرف ليش فجأة وقف التصوير. الزبدة يا اخوان ويا حبايب، خلاص كذا نكون وصلنا لنهاية القصة. فزي ما قلت لكم الشيء اذا انتم تبغوا الشيء يتغير فيكم ما حيتغير الا اذا انتم من جد امنتوا بنفسكم انه من جد هذا الشيء تبغوا تغيروه هو حيتغير. لكن اذا انت تبغي تغيري شيء بنفسك وتقولي انا لا حتغير وراح يصير للاحسن، ما راح تصيري الا اذا انت ودك فعلا تتغيري. فبس والله يا جماعة كذا نكون وصلنا لنهاية القصة. إذا أنتم كمان عندكم قصص زي كذا وفي أشياء مثلا ما كنتوا تحبوا بنفسكم وغيرتوا، أو في أشياء من جد يعني ما تحبوا بنفسكم ما قدرتوا تغيروه، عادي اكتبوا لي عشان نسوي كذا مقطع مع بعض، كذا مواقفكم أو الأشياء اللي تسووها أو الصفات اللي تحسوها، ما حنقول صفات ما هي حلوة بس إنه صفات ودكم تغيروها للأحسن. اكتبوا لي كذا إذا فيكم أشياء ممكن في مقطع كذا نتكلم عنه ويمكن نحل مشاكلكم كمان. فبس والله اتمنى تكون عجبتكم القصة. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وحطوا لايك، ترى تابعوني برضو في التيك توك والانستا، انزل لكم يوميات ومقاطع مرة حلوة. فبس احبكم، اشوفكم فيديو جاي، باي.